كده خرجت معايا الصينيه بالشكل ده. حطيتها طبعا تحت الشوايه وحطيت عليها من فوق كاتشب. هبتدي بقى اغرف الرز معاكم. طبعا انا عندي هنا بزود شويه في الرز علشان بغرفه تحت الحمام الكداب بالشكل ده. طعمه بيبقى جميل جدا وهيعجبكم والله. قدمه كده. احط معاكم الحمام الكداب بالشكل ده على الرز كده. مش عايزه اقول لكم حبه الرز اللي بيبقوا تحت الحمام الكداب ده بيبقى طعمه عامل ازاي، بيبقى طعمه جميل جدا. هنقدم معاه الشيبسي بالشكل ده. اتمنى تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم، وبألف هنا وشفا. يلا نشوف الطريقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهاردة أوراق الفراخ اللي بنقول عليها الحمام الكداب بتتبيلة حلوة جدا مميزة هتعجبكم وإن شاء الله هتعتمدوا. خليكم معايا نشوف الطريقة. عندي هنا بشرت بصل ناعم جدا في الكبة، حوالي بصلتين كبار. وعندي هنا بشرت برضو طماطميتين كبار بالشكل ده عشان أتبل بيهم اوراق الفراخ اللي هو الحمام الكداب. هبتدي اتبل التتبيله بتاعتي. اول حاجه احط الملح. طبعا الملح معاكي على قد مقدار الاوراق اللي انت هتعمليها. وهنحط معلقه فلفل، هنحط معلقه من الكزبره الناشفه كده، ومعلقه من البابريكا او الكاري، مفيش مشكله خالص، بتدي طعم وبتدي لون حلو قوي. معانا معلقه من البهارات، اي بهارات عندك مفيش مشكله مش هتفرق. وحبه توم باودر وشويه من البصل البودر بالشكل ده. عندي هنا معلقه من او نص معلقه صغيره من جوز الطيب، ما تكتريش منها قوي. عندي معلقه من الجنزبيل برضو بتدي طعم حلو جدا، ده غير ان هو اساسا مضاد للاكسده. ومعلقه من القرفه بالشكل ده. هنقلب كل المقادير دي كلها مع بعضها كده علشان نبتدي نتبل بيها الحمام الكداب اللي عندنا. التتبيله دي بتفرق جدا معاكم. الحمام بالشكل ده اهو اللي هو الوراك كده، هنديله تتبيله كاننا بنتبل فرخه هتتشوي على النار بالشكل ده. من كل المناطق كده تبليها كويس جدا كده بالشكل ده. اعمل معاكم كمان واحده. حاولي تدخلي كده عند اللحم اللي جوه دي علشان تدي معاكي طعم حلو لما تحشيها رز. في ناس بتحشيها رز، وفي ناس ممكن تحشيها فريك، في ناس بتحشيها حاجات تانية كتير، برول منقوع. هعملها لكم مره بالبرول المنقوع، هي طعمها بيبقى حلو جدا، بس هي الطريقه المعتاده اللي بتبقى بالرز بالشكل ده. اخلص المقدار وارجع لكم.
كده اكون خلصت خلاص تتبيلة الوراك. نيجي نخلص الرز اللي هيتحشي في الوراك نفسه. هنا طبعا هنعمل الرز اللي هنحشي بيه الحمام الكداب. حطيت طبعا معلقتين زبدة كبار، وحطيت حبة زيت صغيرين، وهحط على ده معلقة من الملح. عندي هنا قطعت البصل كده بيدي طعم حلو قوي مع الرز نفسه. ننزل بيه كده، هياخد بالظبط تشويحتين. هنا بعد البصلة ما دبلت معايا كده هتبلها بالملح، ونفس المقادير اللي احنا حطيناها، الملح والفلفل بالشكل ده على الرز، عشان دي التتبيله بتاعه الرز اللي هنحشي بيه الوراك. معلقه من البهار، اي بهار عندك، لحمه او فراخ او السبع بهارات مفيش مشكله. حبه من الجنزبيل برضو، وعندي هنا برضو حبه من القرفه بتدي طعم حلو قوي مع الخلطه بتاعه الفراخ. طبعا اختياري، هتحطي قليبين ماجي بيدوا معاكي طعم حلو قوي. ولو ما عندك شويه شوربه ممكن تسقي بيهم الرز ده، ما فيش شوربه وما فيش اي مشكله خالص. طبعا في عندي لسه الكاري او الكركم كده، بيدي طعم وبيدي ريحه حلوه قوي ولون كمان للرز. طبعا هنحط عليه كمان معلقه من الكزبره الناشفه، معلقه كبيره كده، برضو بتدي طعم وقيمه حلوه قوي للرز. هنقلب وهننزل بالرز كده. بعد الرز ما دبل معايا، بعد ما حطيت البهارات بتاعتي عليه، ريحته طالعه طبعا تحفه. غسلت الرز بالشكل ده وهنزل بيها على البصله، وهقلب تقليبتين لحد الرز ما يندمج مع البصله بالبهارات معايا بالشكل ده، تقليبتين بس. وبكده اكون قلبت الرز معاكم بالشكل ده شويه عشان يدخل في السوا على طول اول ما احط عليه الميه. ولما تيجي تحطي الميه او الشوربه حاولي تحطيها سخنه بالشكل ده عشان تسوي معاكي الرز على طول وما يطلعش معاكي معجن. كأنك بتعملي رز عادي جدا، بس احنا هنسويه نص تسويه او 3/4 تسويه قبل ما نحشيه في الوراك اللي هو الحمام الكداب. هتظبطي طبعا الطعم معاكي، لو لقيتيه دلع شويه تحطي الملح بتاعك المظبوط بالشكل ده، وهنغطي عليه لحد ما يستوي. هدي للرز هنا تقليبه معايا كده. هنا خلاص شرب الميه بتاعته كلها، هديها تقليبه واحده واوطي عليه لحد ما يكمل 3/4 سواه بالشكل ده. عندي هنا طبعا الرز على ما يستوي على النار هعمل لكم خلطه حلوه جدا هتتحط على الرز، هتودي معاكم الاكله لحته تانية خالص، ودي من اسراري اصلا. قطعت هنا بصلايه بالشكل ده، وقطعت عليه جنبها طماطمايه، وحطيت هنا شويه بقدونس. لو عندك شبت او كزبره هيدي طعم احلى، بس انا مؤقتا عندي البقدونس بس. وحطيت حبه الملح والفلفل وبهارات لحمه وسنه كزبره ناشفه، وفي هنا جوز الطيب تمام كده، وفي معلقه جنزبيل. هاخد كل دول كده في قلب صينيه، ما تقلبهمش بالمعلقه لان انا مش عايزه تقليب معلقه خالص، انا عايزه تقليب بايديكي علشان كل المقادير دي تدخل في بعضها تديكي طعم تحفه. والله هتودي معاكي الاكله دي لحته تانية خالص بالشكل ده. انتي وانتي بتدعكيها كده بايديكي هتشمي الريحه اللي طالعه منها كده. هنحط عليها دلوقتي الرز. عندي الرز يعتبر استوى 3/4 سوا بالشكل ده. هجيب الخلطه بتاعتي اللي انا دعكتها كويس جدا في قلب بعضها عشان تطلع الروائح الحلوه الجميله اللي فيها، وهنحط عليها الرز كده
طبعا احنا سايبين الرز على النار هيكمل بقيه سواه. انا عامله الرز كتير لان انا هحشي رز في قلب الوراك، والولاد عندي بتاكل كمان الرز بره كمان الورك نفسه بيحبوه كده. وهقلب الخلطه دي كلها بالشكل ده مع بعضها كده، الخلطه اللي انا عملتها معاكم. صدقوني لو اعتمدتوا الطريقه دي هتعملوه كده كل مره. وهنبتدي بقى نحشي معانا الوراك. دي هنا طبعا الخلطه اللي قلت لكم عليها، خلطه اسمها الخلطه الجباره كده. تبدأي حطها طبعا قبل ما تحطيها في قلب الورك معاكي. لو لقيتيها محتاجه شويه ملح حطي، مفيش مشكله خالص. اهي اجيب معايا الوراك اللي انا تبلتها معاكم كده، وابتدي ان انا احشيها كده. بحشيها كويس جدا من جوه رز كده. في ناس بتعملها في الكيس الحراري، انا جربتها قبل كده طلعت جميله جدا، بس انا هعملها النهارده على البوتاجاز في الصينيه. وفي ناس بتحطها في الفرن برضو مفيش اي مشكله خالص. طبعا هتقفليها عادي جدا بالخله بتاعه السنين. قفلي كده كويس معاكي علشان ما تتفتحش منك وهي بتستوي. تجيبي دي على دي كده وبخله السنان وبتروحي مقفله كده، مفيش اي مشكله خالص. بتحاولي تقفلي معاكي الورك كويس كده. كده في ناس كمان بتحط فيه الفويل عشان يتسلق في الشوربه، بتاخد منه شوربه بالشكل ده. هيبقى كده هنرصه معانا في قلب الصينيه كده. اعمل معاكم كمان واحده بالشكل ده. الوراك دي زمان كنا بنجيبها ونخليها في البيت، انما دلوقتي ممكن تجيبيها عادي من عند الفرارجي، تقولي له عايزه وراك حمام كداب، هينضفها لك ويخليها لك كويس جدا ويجيبها. نقفل كده كويس جدا كده بحيث ان هو يبقى شكل الحمامه بالشكل ده. الله اعظم يا ستي كده. يا حي يا قيوم الرحمن يا رحيم. اخلص معاكم بقيه المقدار وارجع لكم. هنا طريقتي حطيتها على النار في صينيه وبحط عليها شويه ميه سخنه كده، وكأنك بتسلقي فراخ بالظبط. دي احسن طريقه للحمام الكداب ممكن تعمليها. وبحط في قلب الميه حبهان وورق لورا بالشكل ده، وشويه من الفلفل وشويه من الملح، واغطي عليهم لحد ما احس ان هم استووا، كأنك بتسلقي فراخ بالظبط بالشكل ده. وبكده عندي هنا خلاص الاوراق استوت كده. تقدري تعرفي اذا كانت استوت ولا لا، بتجيبي شوكه وبتحطيها كده في اي مكان بس يكون بعيد عن البتاع شويه، حته لحمه كده بسيطه، هتلاقيها الشوكه بتدخل ببساطه جدا. فكده خلاص الورك استوى. بطفي عليه وعلى الوش بحط كاتشب عشان هحطه في الفرن تحت الشوايه بالشكل ده. احط فيهم كلهم واحطه تحت الشوايه في الفرن.